مش هيفهمنا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ألمانيا لو سمحت. ألمانيا. قال لك فين بالظبط؟ عند سور برلين العظيم يا باشا. العظيم ده في الصين يا ابني. صين؟ ده في الصين يا فندم صحيح. خليك معايا يا اسطى والنبي. أمه. عايزين سور برلين اللي في ألمانيا. الشرقية ولا الغربية؟ ايوه اهو احنا بقى عايزين السور اللي بينهم. اللي بينهم. لا مش هتعرفوا تروحوا كده. ده السكة بعيدة ويمين وشمال لا مش هتعرفوا توصلوا كده. خدني معاك سقطنا عند المزلقان وانا ادلك على الطريق. ده شبط. استعبط. تعالى يا اخويا. شكله مش ألماني خالص. لا بص هو شكله ألماني بس هو بيتكلم عربي كويس جدا. ألمانيا بلد الموسيقى والفلسفة. بلد اينشتاين ونيتشه وبيكنباور. بلد لا مؤاخذة المكن. بلد البي ام والمرسيدس والفولكس. ألمانيا أكتر دولة فيها سكان في أوروبا وبيحكمهم امرأة حديدية اسمها ميركل. ألمانيا من أكتر الدول اللي بتحترم المرور. كل اللعيبة في ألمانيا اسمهم مولر. المرور في المانيا شيء مقدس. السواق بلع عداد السرعة خوفا من شرطة المرور. السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين. شبكة الطرق السريعة في ألمانيا اسمها الأوتوبان. الأوتوبان هو أسرع طريق في العالم. تقدر تسوق عليه على سرعة 200 من غير لا حفر ولا مطبات ولا نقر. السواقة في الطرق الزراعية في أوروبا تعتبر فسحة. المرة الوحيدة اللي سمحوا للألمان يضربوا كلاكسات في الشارع لما ألمانيا كسبت كأس العالم بس. لما بيحصل عطل في الطريق والشارع بيوقف بيبقى خبر الساعة تاني يوم في الجرايد والإعلام. سبحان الله إشارة المرور في ألمانيا 3 ألوان: أحمر برتقاني وأخضر زي عندنا بالظبط. الطرق مزودة بأسفلت كاتم للصوت عشان ما تصدعش اللي سايق. ممنوع توقف التاكسي في نص الشارع. التاكسي بيقف في حتة معينة وانت تتمشى لغاية التاكسي تركبه. ما ينفعش تكون شايل حاجة في عربية نقل غير لما تكون لا مؤاخذة مغطيها. انتهى تقريرنا عن السلوكيات المرورية في أوروبا. اجازة. سلام عليكم. فلتصحبكم السلامة. النهاردة قررنا ان احنا ننزل نلف بالميكروباص بس بالطريقة المصري. فهمي فين صورة محمد رمضان بتاع قلب الأسد؟ بتقول ايه؟ مش سامعك يا هشام. فين صورة محمد رمضان بتاع قلب الأسد؟ هتلاقيها عندك في الكيس جوه يا هشام. مفيش حاجة في الكيس. هو يا ابني الكيس ده يا فين صحيح؟ هنمشي من غيرها ازاي دلوقتي؟ الواد خالد السكري خدها لزق على العربية. طب خد لزق دول، خد حط العلم ده فوق. مفيش مكان فوق بقى. بس كده عسل قوي. ناولني النسر بقى. حط النسر ولا بتاع القضاء؟ حط النسر بس حطه مكان الاتنين عشان ما يعرفش يسجل النمر. طب هات بتاع القضاء برضه. ده الزقه على الازاز اللي قدام. ماشي. وكلكس لشيكو. يا شيكو! يا شيكو! يا شيكو! يا شيكو! صاحي يا عم بس بغسل. انزل. بغسل بس الهدوم. غسلت لي البوكسرات طيب؟ انا في الكلاسين بس عشان انت عارف بتبرد بالليل. هتلاقي الايس كاب بتاعتي على السرير، نزلها لي في السبت. هجيبها معايا وانا جاي. Alter ruhig, wir schlafen hier! جرى ايه يا عم في ايه؟ اصحابي يتكلموا مع بعض عايز ايه؟ ها؟ مالك في ايه؟ في ايه يا شيخ؟ معرفش. شوف يا عم بيقول ايه يا عم بالالماني مش سامع اي حاجه. Alter Ruhe oder ich hol die Bullen Mann hier! افتح الشنطه هات لي الكوريه. اتكلم كويس يا عم. هلبس واعدي عليه في اوضه اظبطه واجي لكم. ها؟ ايه ظبطته؟ ظبطته ايه؟ لا جبت الايس كاب هشام. قصدك الراجل الالماني ده؟ لا ما رضاش يفتح اصلا.
تاني الفرح جاني لما قلبك ناداني نورك هدلي وهداني ضيفك بحر وسقاني وادي من بدري وادي عاشق ومجنى وادي ماشي ليلك بهادي بحبك يا اسمراني. هنركن فين؟ معرفش يا عم، زحمه قوي. خش الشارع ده. انت ماشي عكسي ولا ايه؟ بس لا يا هشام، عايز نلف من اول برلين. ما بتركبش الدائري ولا ايه؟ ما تيجي نقف نشرب اي حاجه يا عم. اركن اركن. بالراحه يا عم، فاهم يا عم. خش يا عم. يا الله اللي هنا. Hallo, was darf sein? الو. عايزين حاجه سخنه عشان البرد. انجلش انجلش. Sorry, no English. ما سوري دي انجلش على فكره. Was wollt ihr haben? Waffeln, heiße Schokolade oder... شوكولاته. هي شوكولاده؟ شوكولاته. dreimal? ثلاثه شوكولاته. Okay. 3 هوت شوكليت. ثانك يو. ثانك يو. Wartet. 4 Euro bekomme ich noch. ربنا تفوز زي ما انت فيه معانا. Und 1 Euro zurück. تعالى ما تنساش. انا شفت الميكروباص ده فين قبل كده؟ يا ابني الميكروباص الفلوكس ده الماني، فهتلاقيه منتشر جدا هنا في المانيا. بس حلو قوي اللون الاصفر. قوي. الاصفر بتاع الميكروباص ولا الاصفر بتاع الويتش؟ لا بتاع الونش. الونش. الونش الونش الونش. احنا كده سيبنا الواد شيكو. يتصرف هو بقى، هنعمل ايه يعني؟ هات ميه من جنبك. مفيش ميه جنبي. يا فهمي شوفها ورا كده في الشنطه. يا هشام انا هنا. جرى يا ابني انت وهو بتسووني وتمشوا، وبعدين مش عماله اتنين وانا زعلكوا. وانا اللي سايق. ما انا عارف انك مش متنيل سايق، انا بكلم فهمي. طب تعالى نزلني. تعالى انت نزلني يا عم. صباح الفل يا باشا. كم على فكره انا ابن خالة احمد باشا عزمي بتاع اسم العجوزه. هو معايا على التليفون وعايز يكلم حضرتك. مت كلمه بس هو هيقول لك. انا مت على سكول. عزمي. كما ظابط غتت مش عايز يتكلم. انا واقف فين بالظبط؟ انا في المانيا يا عزمي. بيكلمك بس على التليفون. يا باشا انا ابن ناس والله. Ja, komm mal. Wir werden klären, sind alle auf der Wache. ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي وحدة المرور؟ هتطلع لي 3 نسخ من الصورة دي وتصور لي البطاقة. انت نسيت تصور الرخصة وتجيب لي الملف. محتاجة منك شهادة بطلة وشهادة نصب. هتطلع الدور التاني، تستلم اللي على الشمال، تجيب لي شهادة المخالفات وتجيلي على طول. ناقص تطلع الخزنة، تدفع الغرامات والتأمينات وكل الحاجات دي، وبعدين ترجع لي تاني عشان تبقى خلصت.
بس الاطوال عندكم يا باشا اللهم صل على النبي فوق خالص. السقا عندنا قد كده وعامل 30 دور ظابط. Ja, das wollte ich auch sagen. Aber jetzt machen wir erstmal so. بشويش بس يا باشا بشويش. Komm, geh rein. بشويش يا باشا. انتوا ايه ثوره مش ثوره ما تتغيروش. Geh rein. راجعين ايه يا خبر؟ Setz dich hin. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Okay? Alles gut? قبل ما تاخد عربيتك محتاج رخصتك والبطاقة وأي أوراق معاك. لا أنا على الأبيض يا باشا الصراحة معيش حاجة. نازل ملط يعني. لو معكش حاجة مش هينفع أديك العربية عشان أنت ما معكش أي حاجة. أنا معايا كارت الأوتيل. السلام عليكم. اقسم لك يا باشا ان انا مش شحات، انا ايجيبشن وتايه في البلد دي. تروحني وتاخد 50 يورو؟ سوري بقى. هيفهمني ازاي ده؟ طب معلش يا باشا انزل. Nun sind wir fertig erstmal mit den theoretischen Ausführungen und der Herr Jem kommt jetzt mal. So, nachdem wir nun alles erklärt haben, wollen wir das selber mal ausprobieren. Herr Jem, kommen Sie mal bitte her. Sie fangen als Erster an. Du, ja? أنا؟ Du, ja. اشمعنى أنا ما كلهم قاعدين؟ Komm her. So, jetzt müssen wir den Kopf überstrecken. Dann müssen wir in den Mund reingucken. Und wenn der Brustkorb sich nicht hebt, dann müssen wir ihn beatmen. كان يوم اسود يوم ما فكرت اعمل halten wir رخصة. die Nase zu und küssen ihn. ايه يا عم انت ده ايه ده؟ لا ما اتفقناش على كده. Du bist krank. لا ايه ده؟ انت فهمتني غلط جدا على فكرة. انا عايز واحدة تعمل لي الاختبار ده. قبل ما نفتح المحضر يعني ممكن اسال حضرتك شويه اسئله بس من باب الاستفسار يعني. بس احنا هنكلم الأوتيل بس نجيب بيانات البطاقة بتاعتك. مفيش مشكله يا باشا. انا عارف ان انت هنا اللي بتختبر الناس كلها وانت اللي بتسأل، بس انا اللي هختبرك النهارده. اسألني يا باشا. عايزك تشرح لي الخطوات المتبعة عندكم لو واحد عايز يطلع رخصة. أول حاجة لازم تروح الجهة المختصة وتقدم إن أنت عايز تعمل رخصة، وبعد كده لازم تعمل امتحان نظر وتعمل صورة، وأهم حاجة عملناها النهاردة هو الفيرست ايد كورس. في حد بينجح عندكم؟ هل لو قايلت وانت سايق دي بتعتبر مخالفة؟ مرتبك بيكفيك ولا بتضطر تفتح الدرج؟ صورة الرئيس بتاعكم ليه مش متعلقة على الحيطة؟ احنا خسرنا الحرب في 45 ومن ساعتها ما بنعلقش صور الرئيس عندنا. الموضوع ان انت جايب 50% في ثانويه عامه، هل بيخليك عندك نقص وعايز تتنطط على خلق الله؟ عرفت منين ان انا واخد 50% بس؟ لا عيب عليك يا باشا، ده احنا قدام في الموضوع ده. طب هل التبع بتاعك من اهم مميزاته ان هو يكون بيرول وانت سايق؟ انا ما بسموكش، لكن لو هو عايز يرول لنفسه براحته يعني دي حاجه بتاعته. الحوادث عندكم في ألمانيا بتزيد ولا بتقل؟ بيختاروا دايما طول الوقت رغم القوانين الصارمة جدا اللي انتوا حاطينها، انما هي بتزيد للأسف. هل طول المسافة اللي هتسوقها بتفرق في كمية الترامادول اللي بتضربه؟ انا واخد واحد قال كتوفان دلوقتي. تامول ترامادول. انت لسه زعلان من ريهام سعيد؟ ماذا؟ لا مش موضوع مزة، بس هي كانت مبهدلة بتوع النقل. بطل بقالي شهر. نزل القرار بطلنا خال حشيش بس. العسكري بتاعك الصبح بيوصل لعيال المدرسه بالبوكس؟ بتحصل بس هم منعوها دلوقتي. حاجات البوليس ما ينفعش يستخدمها غير للبوليس، ما ينفعش يستخدمها للعيله. ال10 يورو بتمثل لك ايه؟ هل سواقين الميكروباص هنا برضو ما بيتنادلهمش غير باسم امهم؟ باسم العيله. باسم العيله. دي حاجه محترمه جدا. هل كل اعضائك لازم تبقى موجوده عشان تطلع الرخصه؟ ازاي كده ازاي؟ اعمل ايه؟ اكل عيش. اطلع رخصه ازود راعي كده. طب انت شريك في مكنه التصوير اللي بره؟ هل ليك دلالة على مهندس الفحص ولا الامين صلاح بيخلص لك كل حاجه؟ بتقلق من المرسيدس السوداء والنمر الخطر؟ Warum soll ich? باشا معدي ولا بتاع؟ لو واحد جاي لك يطلع رخصه وشكله ما عجبكش بتوقف له الموضوع ازاي؟ هديه لواحد زميلي. مدام امان ها؟ هل عليك اقساط؟ يعني لسه ما دفعتش ثمنه كله. بتاخدوا امتيازات هنا زي عندنا في مصر مستشفى القوات المسلحه ومستشفى الشرطه ونادي الرمايه وكده يعني، وعربيه لادا وكده؟ هل اشهر الحوادث عندكم هنا غرز تريلات ولا في حوادث عاديه؟ العربيه دي بجد ولا ترانسفورمرز؟ لا دي زوزي بنتي الجديده. وزير الداخليه عندكم وهو معدي بتقفلوا اشارات شارع لبنان برضه؟ الخزنه بتقفل الساعه كام؟ 24 ساعه يا معلم. هل عمرك رجعت من الشباك وانت سايق ونزلت على عربيه ملاكي؟ ما تبقى زهقان انت واصحابك.
طلبك ممكن تفرشوا قماع وتعملوا لجنه وتتسلوا على خلق الله؟ طبع الشرطه ب4 جنيه هنا برضو. هل القانون عندكم برضو انك لو شايل حاجه طويله بتحط نص جيركن احمر ورا؟ هل الفاميه هنا معناه ان الشاب ده شائط؟ بتحرقوا كام دفتر مخالفات في اليوم؟ ليك نسبه على المخالفات دي؟ هل كاتب اسمك من ورا على العربيه بالكامل ولا مكتفي بابو دنيا؟ بتمضي الساعه 10 الصبح وتروح برضو؟ طب هل انت بتعدي مزلقان القطر اجتهادي؟ نفسيا كده ما بتحسش انك اقل من ضابط المباحث؟ انت متاكد ان ده المرور؟ ينفع اجيب اصحابي ونخرج بالليل هنا؟ تدفع كام؟ عربيتك لو فانوسها مشبر او اكسدامها واقع او واخده خبطه بيدققوا قوي يعني في الحاجات دي في الفحص. الشاي بتاع الرخصه كام؟ بتقعد اكتر من ساعتين في الشغل؟ وانت بتفطر الصبح ما بتفتحش الراديو وتسمع العميد ايمن الضبع عشان تعرف اذا كان في شبوره مائيه على الدائري؟ والله يا باشا انت راجل زي العسل، وانا اتعشم يعني انك تمشيها بالحب. ما تتكلمش في التليفون وتلبس الحزام ممكن تروح وتاخد العربيه. اقسم بالله ما يحصل تاني. تعيش يا باشا وان شاء الله نشوفك يا باشا، ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم. شكرا يا مريم. ما ينفعش تمشي يا حبيبي، احنا لسه عندنا امتحانات الاشارات. كان يوم اسود يوم ما فكرت اطلع رخصه. بما انك طلعت برنس بقى هتوصلني هظبطك. اسمع دي. اسكان ماشيه بتتدلع عالسكه وقطره المقطوره، جرار متروق وملمع بخاف عليه مش شبوره، جرار متروق وملمع ما يحبش مشي الشبوره، حلاوتها وهي بتتدلع. اوعى اسود ده ظابط ابن رخمه. يا عم احنا في السليم وماشيين سليم. Gibt's doch gar nicht. هنريك باشا ظهرنا في المانيا. Mein Freund, was war das schon wieder? انا ما عملتش حاجه غلط يا باشا. لو على الحموله الزياده يعني انا معيش نص نقله انقله فيها، صح ولا ايه؟ بالظبط. Komm raus. Und du auch. انت ماشي بسرعه ما تصحش. Und du auch, mein Freund. انجز. Und du auch. Komm, komm. انا؟ Ja, jetzt werden Sie ab. يا باشا انا ملقان، انا رابط الحزام وزي الفل ومش سايق. Komm, Polizei. انا مش معاكم مش معاكم. على فكره في واحد جوه. انا هنزل من غير ضرب. Kommen Sie mal. Und schön ruhig bleiben. What happened? So, was war los? ايه اللي حصل؟ Warum habt ihr hier mit den Hupen hier? Tüt, 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 tüt. Was los? Was los? الكلاكس قطه معديه بنزمر، ايه المشكله؟ Ich hab dir vorhin gesagt, في مصر ده عادي عادي، الكلاكسات في مصر بنشتم بيها وبنعاكس. Jetzt kostet 100 Euro. Jetzt brauche ich erstmal. مش هنعرف نشوف المانيا. عايز بقول لك ايه؟ تيكت؟ يورو؟ Jetzt haben 100 Euro. يورو لا يورو ده عايز يتظرف ها؟ Ja, gib mal. طيب مش تقول كده من الصبح، خلاص هدخل الدفتر في جيبك وصوت. طيب Nee, mein Freund. Wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland. Nix ist da. Komm, يا نهار اسود. komm. طلع نظيفه يا جدعان. لبسنا رشوه. كلم امير مرتضى يا شيكو. لا يا باشا بس يا باشا لا يا باشا لو سمحت. So, okay, und jetzt einsteigen. اينشتاين؟ Mitkommen einsteigen. على البوكس. اينشتاين هنا ايه؟ على البوكس، اينشتاين هنا يعني على البوكس. يلا بينا.
دخلت الهرم. وقفت معرفش قطع بنزين ولا بطاريه ولا ايه. معاك وصله؟ لا طبعا. طب وانت مأجر ليه يا شيكو؟ عادي يا فهمي بنتبسط يعني. معاك حبل نقطورها طيب؟ لا. نقعد انا هنا واعمل لك سوسته وفهمي يقعد معايا الناحيه الثانيه. ومين اللي هيسوق؟ محتاجين حد تاني. يا اخوانا والنبي ايديكم معانا بس. او الراجل ومراته دول. And you sit here. It's very easy. كويس كده؟ Put your leg here. Up. Give me this. خد ده عندك. يلا يا فهمي. هشام ده واحد فيهم اطول من التاني. ما هتمشي يلا ادور جامد بس برجلك يلا. حلو قوي. فهمي جامد شويه. يلا يا عم. التاني رجله قصيره قوي اعمل ايه؟ May you help us please with this car؟ هي رجليها جامده دي هتنفع. Sit here. Put your leg here up. يلا يا فهمي. ايوه بقى. خش. ايوه. انتش بقى. فخلي عرضك كبيره قوي. يلا انتش يا شيكو. يلا انتش يا شيكو. ايوه. شكرا الف شكر. I will help you too. Please excuse me. It's easier. Huh? But there's all kinds of cameras there. دي هتموت بسكتة قلبية يا هشام. تعال. يا نهار اسود على البوليس. ايه يا عم في ايه؟ عدي وسع. ارجع يا بولو. تعالى وسع. احنا بقالنا اسبوع في المانيا بنعدي من الشارع ده. عكسي مش قران. عكسي انا عكسي يا عم. لا ركب عربيتك وارجعي. يلا طيب ماشي انا قاعد بقى في الشارع. وريني بقى بتعدي ازاي. احنا بنعملها وعادي. تعال انزل. شيكو احنا بنعدي احنا فاضيين وقاعدين. We are empty. وراكي حاجه ليه؟ فين يا عم القهوه؟ انا حاسس ان احنا في جسر السويس. بما اننا بنتكلم عن المرور قررنا ان احنا نستضيف احسن ناس بتسوق في اغرب ظروف في العالم، المصريين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجاله. عاملين ايه؟ ازيك يا باشا؟ انت طيب؟ طيب شكرا. منور يا استاذ مدحت. منور بيك يا فهمي. وانت حلو. تسلم حبيبي يا فهمي. بقالكوا كام سنه هنا؟ انا بقالي 20 سنه. وانت حلو. 3 سنين. 30؟ 3 سنين. 3 سنين. 3 شهور. 3 شهور. اتفضل انت يا اسلام. انت جيت لي يا اسلام. اسلام جاي عشان هو صاحب حلمي بس. متجوز وعايش هنا؟ انا عايش هنا دراستي هنا وشغال هنا. بتشتغل ايه؟ بعد الدراسه انا بشتغل استشاري قانوني تبع مشروع تبع الاتحاد الاوروبي مع هيئه المانيه. بتسوق هنا؟ يعني مش محتاجين، يعني برلين مدينه كبيره فيها كل الامكانيات اللي تخليك تروح من مكان لمكان بسهوله جدا بكل الوسائل، يعني من القطر للاندر جراوند للاتوبيس للترام. مش محتاج بصراحه ان انا اسوق. لما بتيجي تسوق بتحترم نفسك ولا مقضيها زي مصر؟ انا مش بسوق، بس يعني لما بركب بحترم نفسي. طب انت حلمي بتسوق ولا ما بتسوقش؟ في مصر بسوق لكن المانيا لا. ما جربتش خالص تسوق؟ سوقت في الجنوب يوم واحد على الطريق السريع بس. حلمي عنده ولا عجل حتى؟ بيتحرك بطريقه ثانيه هنا. لا انا بركب عجل هنا في الصيف، يعني لما يكون الجو حلو. الشيء طبعا برد شويه، لكن في الصيف بركب عجل على طول. في هنا رشاوى الموضوع بيمشي بالحب برضو كده.
امين الشرطه ياخد 20 جنيه يتكرمش له 5 جنيه في ايده، ولا ده ما بيحصلش يعني؟ مفيش طبعا موضوع رشاوي ولا موضوع اللي هو الحبي او العلاقات، او انا اعرف الاستاذ فلان او الضابط فلان يبقى جاري او يعرف مش عارف مين صاحبي. الحاجات هنا ماشيه بطريقه رسمي خالص. يعني افتكر مره مثلا كان في بايرن نتيجه ان بيكن باور كان هو اللي بيسوق، وكان بيسوق بسرعه. 2 ضباط من كانوا في الوقت دوت موجودين، شافوا البطاقه بتاعته، شافوا ان هو بيكن باور اللي هو يعني رمز الكره الالمانيه، فتغاضوا عن ان هم يدوا له مخالفه. فده اتعرف للصحافه، رفضوا الاثنين ضباط بسرعه من غير تفاهم يعني. من غير تفاهم، رفضوهم من الشغل نتيجه ان هم شخص زي بيكن باور عملوا له استثناء. ودي حاجه معروفه، دي قصه معروفه يعني. انا سايق هنا بقالي اسبوع من غير رخصه والله فعلا. يعني انت محظوظ، ربنا بيحبك. حلمي لو عندكم الرئيس معدي او الوزير معدي الطريق برضه بيقف ساعتين 3 كده؟ هما بيوقفوه لغايه ما يعدوا وبعد كده بيفتحوه تاني بسرعه يعني، بس عشان ما يحصلش تكدس ولا حاجه. ازاي بتتعاملوا في الاشارات هنا من غير عسكري مرور؟ يعني بتفهموا الاشارات ازاي؟ اول حاجه عادي جدا ان تلاقي فصل في الحضانه طالع لابسين لبس فسفوري ومعاهم ضابط بوليس وواخدهم رحله في الشارع يعلمهم احترام المرور ويعلمهم الاشارات، وعندهم بعض الاغاني للاطفال اللي فيها يتعلم ازاي احترام المرور. الاخضر تعدي بسلام، الاحمر يعني موت، الاصفر استعداد. فطبعا لما بيكبر بياخد كورسات تانية على مستوى المدرسه الابتدائي او الاعدادي او ما الى ذلك. فاما بيجي يعمل رخصه عمره ما بينسى اللي هو اتعلمه في المرحله الاولى دي. الحاجه الثانيه انه هيدفع غرامه، فده بيبص طبعا انه لازم يلتزم عشان ما يدفعش غرامه. الحاجه الثالثه انه بتتسجل عليه في حاجه نظام كده اسمه نقط في مدينه اسمها فلينسبورغ. اي واحد بتاع معاه رخصه بيبقى عارف موضوع فلينسبورغ، ان ديت المركز المروري الخاص بألمانيا كلها. ان اي حد بيعمل مخالفه بيتسجل له، بيتسحب منه نقط في فلينسبورغ. وفي نقط معين لو وصلت ليها معناها ان انت غير قادر على السواقه لمده سنه او سنتين، ممكن تتسحب منك الرخصه. ثم لو على سبيل المثال لو انت شارب كحول وسايق واتثبت دوت، او مخدرات وسايق، او عملت حادثتين 3 وانت اللي غلطان ورا بعض، بالتاكيد في مشكله عندك. الدوله موفره امكانيات كبيره في الشوارع ان الناس تمشي بطريقه سلسه، بما معنى ان في اشارات مروريه فعلا التركيبه الالكترونيه بتاعتها منظمه. في تاني حاجه الشوارع مسافلتها بطريقه انه يوميا او شبه اسبوعيا في ضابط او موظف في الامن مخصوص بيعدي على الشوارع كلها برجله بصفه اسبوعيه، بيشوف الحفر الصغيره نتيجه المطر ونتيجه الميه نتيجه الحر. انا تعبت من الكلام ده اصلا. ولو في حاجه كفايه. بس ساعات برضو بتحصل مثلا تروح للاشاره تلاقيها حمراء مفيش عربيات جايه، تقوم معدي تقوم ناس معديه وراك، ان هم مستني حد يغلط ويغلطوا وراك، بس ما حدش هو اللي هيطلع الاول. حلمي انا كان في سؤال هساله الاسلام، بعدين اكتشفت ان انا غبي جدا. نظام الباركنج هنا، الركنه عندكم ايه النظام؟ يعني اغلبيه الباركينجز هنا لازم تدفع فلوس على حسب الوقت اللي انت راكنه، لكن في شوارع برضو ممكن تركن من غير فلوس، بس اغلبيتهم لازم تدفع على حسب الوقت اللي انت راكنه. بس مفيش سايس، مفيش حد بيعمل مفيش كده. اسمها ايه العربيات اللي هنا؟ درايف ناو ولا اسمها ايه؟ في كار شيرنج كمان، اللي هو انت ممكن تأجر عربيه مثلا ساعه ساعتين وتسيبها في اي حته، وحد تاني ياخدها ويدفع الوقت اللي هو ياخده فيه. وحد تاني ياخدها خالص. احنا عندنا مصر هناخدها ونطلع بيها اسكندريه ونسيبها هناك. لا عربيه غريبه جدا فعلا بالكارت، بتاخد العربيه بالكارت وبيحاسبك على عدد الساعات بالظبط اللي انت اجرتها فيها. دي هايله. هي مرتبطه بالجي بي اس، تعرف مكانها فين بالظبط. على التليفون بتعرف مكانها فين، بتحجزها وبتروح تركبها وتمشي. تفتكر لو الشعب الالماني جه عاش في مصر هيلتزم بالمرور زي ما هو بيعمل هنا، ولا هيمشي عكسي عادي جدا وهيركن صف تاني هو؟ ولا هل هيخبطوا في بعض من اول يوم يعني ممكن يحصل، لان هم برضو هنا بيلتزموا نتيجه ان في غرامه بتدفع. بالظبط، هيبقوا اسوأ مننا. ممكن يكونوا اسوأ مننا، يعني ممكن يرموا زباله في الشارع، ممكن ما يلتزموش. بس هنا الدوله، يعني الفرق هنا الدوله بتقدم لهم ازاي يلتزموا، وفي مصر طبعا ممكن ما تكونش الحاجات دي متوفره. يعني لا الشوارع متوفره ان انت هتمشي بسهوله، ولا في قوانين عامه تحكم حركه الشارع. وفي نفس الوقت هيتعلموا مننا حلو جدا، يعني هيتعلموا مننا بسرعه ازاي يبقى في كاوس يعني. كان معايا دكتور الماني وعايزين نودي له اهرامات، فكنت واخده بالعربيه، بعدين مشينا على الدائري من التجمع للهرم، بعدين قال لي هو انتوا ما عندكوش حارات؟ قلت له لا ده الطريق قشطه يعني زي ما انت عايز. بعد كده ماشي لقينا ناس عماله تكلجس، فبيقول لي انتوا ليه بتستخدموا الكلاكسي كتير هنا؟ قلت له لا ده احنا ممكن نشتم بالكلاكسي، ممكن نسلم على بعض بالكلاكسي. ما وحشكش الركنه صف تاني؟ والله وحشتني الركنه التالت ورابع كمان. ما وحشكش المشي عكسي؟
هو انا ما بسوقش هنا، بس يعني في طبعا الواحد بينبسط وهو ماشي غلط. في ضباط بيحطوا على النمر لا نسر ولا على بتاع اللي هي بتاعت المستشارين والحاجات دي مش موجوده خالص. ما بيستغلوش هم الحاجات دي. النمر على الناس كلها، ما تفرقش بقى ظابط مش ظابط. طب احنا لازمكم بقى على شاشه، انتوا ضيوفنا في برلين. ربنا يكرمك. لسه فاكر المره الجايه. رضا عايزين نطلب لضيوفنا هنا حاجه. قول يا باشا. اشرب ايه يا جماعه؟ انت بتسوق الاول ولا ما بتسوقش؟ طبعا. تشوف بجد والله؟ معاك رخصه؟ طب اقعد. لا اقعد، انا فاضي. شكرا. الرخصه طلعت معاك في قد ايه؟ يعني المده كلها 6 شهور تقريبا. يعني كل يوم بتروح المرور لمده 6 شهور؟ لا مش كل يوم نروح المرور، ده لازم تروح المدرسه الاول. وعقبال ما تجيلك الموافقه من البوليس انك انت تعمل الرخصه بتاخد وقت طبعا. وبعدين لازم تكون بعد ما يجيلك الموافقه تروح المدرسه. لا يا جدع انا بكلمك على يوم المرور بس. لا يوم المرور يوم واحد. قد ايه بقى؟ يعني بالظبط ساعه. تخلص كل حاجه؟ تخلص كل حاجه. مفيش بقى مدام هلاك في الخزنه ومش عارف لا هو الرخصه بتبقى مع الممتحن. انت بتكون مقدم عليها، بتبقى معاه. نجحت بيمضي عليها ويديها لك. طب احنا 6 شاي يا عم. 6 شاي؟ ان شاء الله. نعناع ولا من غير نعناع ان شاء الله. نعناع يا باشا. اتفضل يا عم رضا. من قعدتكم الكبيره جدا هنا في المانيا طبعا ما عدا اسلام. حكام المصريين بقى، في حد هنا بقى بيجي يعمل حوادث وفضايح؟ تيجي على البارد دي يا هشام؟ ما تجيش طبعا على البارد. هي تيجي بس هنقول له انها لازم فرن. ما تجيش يا جماعه، العربيه كده خلاص توتال لوس طبعا. طب ما حدش يقول ان انا كنت سايق بقى. You speak English? Yes. So what are we gonna do? Where are you from? Egypt. Egypt. I can give you my insurance. Is it your car or is it? It's no. It's. هيدفع ثمنها. No, we call the police. I have a solution. You can take our car and we take your car. That's it. Change the car. Change the car. Next slide. Not be busy. Otherwise you and go we to are the friends. train. Okay. It's more expensive. Zaza. Come. We can have a deal. Huh? Who are you calling? Your friends? يا شريف انا عايز ناس دلوقتي حالا. For what? For my work. اوكي. ده بيكلم مكالمة للشغل. يلا يا باشا. عشان هيتحط على برلين بقى. بس هنا ما بيعملوش الحاجات الفهلاوه بتاعتنا وكده. ما بتنفعش يعني. بيضطروا يلتزموا بالحاجات. ما كله هتدفع في الاخر، يا اما هتسحب منك نقط اللي احنا قلنا عليها دي، وده بيضر بالرخصه بتاعتك بعد فتره، ممكن تسحب منك فتره طويله يعني. لو انت دكتور، لو انت مهندس، لو شكلك اصلا رخصتك مسحوبه. يعني الموضوع متعلق يعني بقوانين محطوطه اللي يكسرها ياخد على دماغه. بتمشي على الكل، ما بيفرقش بين شخصيه عامه، شخصيه مهمه، لاعب كوره ولا واحد مثلا مشهور او مش مشهور. بصراحه يعني ما بنحسش بالموضوع ده خالص يعني ممكن يكون قاعد جنبك في الاندر جراوند ولا في القطر، مثلا مدير البوليس بتاع برلين بس النهارده نفسه ان هو يركب قطر ما يروحش بالعربيه مثلا يعني، ويتحاسب زيه، لازم يبين التذكره بتاعته للكنترول مثلا في المواصلات زي غيره يعني ممكن تبقى بتركب المترو تلاقي الوزير قاعد جنبك يعني. حصل كتير. بيدهنوا المترو بقى يومها وكده. حصل كتير فعلا حاجات كده يعني. مره من المرات كان في احتفال عند البوندستاج اللي هو البرلمان الالماني، وببص ورايا لقيت بعجله عضو البرلمان الالماني عن المنطقه اللي انا ساكن فيها اسمها فريدريسهاين، عن حزب الخضر، مشهور جدا في المانيا وسياسي معروف جدا، وراح حزب الايه؟ الخضر. حزب الخضر. اوكي. اللي هو الجرونا بارتاي يسموه. واقف ورايا وبيتكلم مع ناس عاديين جدا، وراح بالعجله الاحتفال يعني، وهو بيروح البرلمان بالعجله، معروف جدا ان هو عن سواقين النقل عاملين ايه معاكم هنا؟ زي الفل. كويسين. في ستات بتسوق نقل هنا، في ستات بتسوق كل حاجه، اتوبيسات وقطوره وحاجات نقل. معقوله؟ بجد والله؟ كل حاجه. شفتها انت يا استاذ؟ شفتها. بجد والله؟ والله. انت اللي جابك هنا؟ ده قفش الليله كلها 3 ايام ولا 3 شهور وراح بلد تانية ورجع يعني قصه. نورتونا والله يا جماعه.